وطبعا الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق من الرموز السياسية والاقتصادية الهامة في مصر. طبعا دكتور جودة كان عاش هو الموسم الماضي زي ما قلت لحضرتك. كنا احنا في سنة 2011 كنا عاملين 3.1 مليون طن. الموسم اللي فات عملنا 3.7. الموسم ده احنا طمعانين ان شاء الله في 4.5. فاذا اؤكد ثانية ان هي حلقات من العمل الوطني المتصل. انا اول ما جيت الوزارة كان حاجة من الامور الاساسية التي حرصت عليها ان انا التقي بالاستاذ الدكتور جودة عبد الخالق، وفعلا هو شرفني بزيارة في الوزارة، ان انا اتواصل مع وزير التموين السابق المهندس ابو زيد محمد ابو زيد، عشان في الاخر هي مصر هي همنا مهما كانت التباينات الفكريه او السياسيه. فلا شك ان خدمه مصر وشعبها هو هدف مشترك لنا جميعا. طب معالي الوزير، انا اسف لان هذا كل يعني هذه اتهامات توجه في الشارع وانتقادات. يعني الان